السؤال الأهم دلوقتي اللي بنسمعه من أي مالك عربية: أعمل إيه في صيانة العشرة، صيانة العشرين، التلاتين، 50، 100؟ يمكن ده عشان سؤال شائع قوي كلنا بنسأله كأصحاب عربيات. حبينا نعمل له الحلقة النهاردة عشان تبقى موجهة بالأخص للإجابة على السؤال ده، واللي منها هتتفاجئوا بحاجات كتير. خلينا مبدئيا ناخد الموضوع كده من أوله. الجداول اللي احنا كلنا بنسمعها وبنتناقلها وبنشوف صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي متقسمة من 10، 20، 30. بعض الشركات التانية عاملاها 5، 10، 15. ما مدى جدواها؟ ما مدى صحتها؟ هل أنا لازم ألتزم بيها كمالك العربية؟ علاقتها بالضمان؟ آه، كل الحاجات دي هنتكلم عنها، وهتكتشف في الآخر إن أنت ربما أغلبنا بنرتكب خطأ إن إحنا يا إما بنسيب التوكيل علشان نشتغل في ورش عشان نتلافى التكاليف الكبيرة، فبنخسر ضمان العربية. ولما بنحتاج الضمان رد الشركة الأم بيكون إن أنت مش منتظم في الصيانة جوه التوكيل، فبالتالي مالكش حق إنك تطالب بضمان. أو نقعد نشتغل جوه التوكيلات وندفع في الصيانات بالعشرة والخمستاشر وعشرين ألف بدون أي داعي. ده إزاي؟ هنفهمه مع بعض في الحلقة دي. مبدئيا خلينا نتكلم بشكل عام. مفيش آه، حاجة اسمها ان انا لازم التزم بجدول الصيانة المذكور بشكل حرفي. هو ده جدول استرشادي. آه، ممكن اعدي حاجات، ممكن حاجات ما تتعملش وتتعمل في الصيانة اللي بعدها. الثابت الوحيد اللي عندي في كل صيانة آه، الزيت والفلتر. خلينا نتكلم على الصيانات المشهورة. يعني غالب العربيات احنا بنتكلم على زيت ال10000، ده الزيت الموصى بيه يعني من الشركات. واتكلمنا بالمناسبه في حلقه خاصه عن الزيوت، زيوت المحركات، وقلنا ان في يعني ايه زيوت موجهه للبيئه وما يصحش استعملها في العربيات اللي مش مصممه لكده. وعربيات تانية انا لازم استخدم الزيت الموجه للبيئه علشان ما يبوظليش الكاتاليتيك كونفرتر بتاع العربيه، والاقي نفسي بتحمل مبالغ طائله عشان اغيره مستقبلا. فده في فيديو دلوقتي هينزل لكم لينك بيه بيشرح موضوع الزيوت ده اللي عايز ياخد عنه فكره. خلينا لموضوعنا المهم، ان الحاجه الثابته اللي عندي زيت المحرك والفلتر. ومعنى ده يا جماعه انه الثابت عندي في اي صيانه 10، 20، 30، 40 الزيت والفلتر، اللي هم غالبا النهارده احنا بنتكلم في الاسعار الحاليه دي بتاريخ الحلقه، ممكن ما تعديش ال 2000 جنيه. يعني 2000 جنيه ده هيبقى الافريج، ده الثابت. طيب بنيجي بعد كده بنسمع انه في صيانه العشرين مثلا عايز اغير زيت وفلتر، وعايز اغير بوجيهات، وعايز اغير فلتر هواء، عايز اغير فلتر تكييف. بصوا، بشكل عام، علشان دي الامور اللي احنا يعني بيتم بيها بقى في جوه التوكيلات. انت داخل التوكيل اديك شايف كم العماله اللي موجود، شايف الاستقبال، شايف المهندسين اللي شغالين، شايف الورشه، شايف المبنى، شايف كم المصاريف اللي بيتم صرفها داخل اي توكيل. فبالتالي التوكيل هيلم المصاريف دي. هيلمها منين؟ هيلمها من انه احنا بنغير حاجات بشكل دوري، انما هي مش مطلوب تتغير. انت مش هتتضرر من تغييرها، انما هتدفع. يعني فنيا ممكن ميبقاش في ضرر، وان كان في بعض الاحيان في ضرر. انما لو انت فاهم كويس، لو انت عارف ايه اللي يضر عربيتك وايه اللي ما يضرهاش، هتلاقي نفسك ان انت بتعدي الصيانه الاولى ب 2000، وبتعدي الصيانه الثانيه اللي هي ال 20000 ب 2000، وبعد كده برضو ممكن تخش الصيانه الثالثه ال 2000 دي تبقى 2000 ونص اللي هي ال 30000، تخش على 40000 تلاقي نفسك برضو بتدفع 2000 ونص. اللي هي احنا النهارده في مصر تقريبا بنسمع الخمسه والسبعه والعشره دي كانها يعني مش فلوس. ازاي؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. فلتر الهواء يا جماعه، فلتر الهواء شركات كتير بتقول لك هغير 20000، ده استرشادي. يعني انا ممكن استنى لل 30، استنى لل 30، مفيش اي مشكله. طيب دايما بنسمع في داخل مراكز الخدمه يقول لك ايه: انا هفك لك الفلتر وانضفه. ما تنضفوش، سيبه بترابه. ليه؟ اتكلمنا في الموضوع ده بس عشان الفيديو ده ما يطولش مننا. مش صح انه حد يفك الفلتر الهواء بتاع العربيه وبالخرطوم بتاع الكمبرسور الهواء وينضف الفلتر، انه بيتلف بيبوظ. فانت سيبه بترابه عادي وغيره على 30000، مش لازم 20000. الحاجه التانيه الشهيره البوجيهات. دايما بنتكلم ان البوجيهات والمحركات التربو واللي. بصوا يا جماعه، دي كلها موروثات ثقافيه خاطئه موجوده في السوق. انا لو بغير البوجيه على 20000، مش معنى ان انا لو سبته لل 30 هيحصل في عربيه حاجه، مش معنى ان انا لو سبته لل 40 الموتور هيبوظ، مش معنى ان انا سبته لل 50 عربيه تنفجر وانا ماشي. مفيش الكلام ده.
انت يعني غالب البوجيهات اللي موجوده في السوق تقعد لغايه ال 50,000 من غير مشاكل، وعربيات كتير بتقعد 100,000 كيلو وبرضه بنغير لها بوجيه على 20,000 بلا داعي. هتقولي الضمان، لما تفهم كويس هتعرف ان محدش يقدر يتكلم في حقك في موضوع الضمان. يعني انت لما تغير البوجيهات اللي بيتقال لك في التوكيل غيرها على 20، لما هتغيرها على 50 محدش يقدر يقول لك حاجه في الضمان. انت خايف بس، والنتيجه للخوف ده انت بتغير على 20 وعلى 40 وعلى 60، في حين ان انت ممكن تشيل ال 20 وتشيل ال 40 وتغير على 60. شوف الوفر اللي انت بتعمله. هتكلمني تقول لي طب والموتور وحاله العربيه؟ كل ده ولا حاجه. كل ده كلام احنا بنتناقله، ولازم يعني التوكيلات هتعمل كده علشان تعلي قيمه الفواتير، انما ككفاءه فنيه ولا حاجه. ومفيش علاقه بين تغيير بين ان العربيه فيها تربو وان انا اغير بوجيه كل 20,000. هي بس ايه، اتقالت وبعد كده انتشرت وبعد كده بقت عاده، وبعد كده بقت التوكيلات كلها تقول لك كل 20,000. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. مفيش حاجه اسمها ان البوجيه، لا، البوجيهات اللي راكبه شمعات الاحتراق السبارك بلاجز دي مصممه في غالب عربيات على فكره انها تقعد لغايه 100,000 كيلو. الناس بره على فكره لو سمعتنا واحنا بنغير 20,000 ده احنا يعني مش عايز اقول بيضحكوا علينا، انما وضع السوق مراكز الخدمه دي هتلم مصاريفها منين؟ ما تبقاش انت سبب ان انت عشان مش عارف او عشان انت ماشي ورا الناس او ورا صاحبك انه ده اللي الناس بتعمله. لا، مش ده وقته بقى. ما احنا بنتكلم النهارده ان احنا مش معنى ان انا راكب عربيه ان كانه بيت تاني عندي مفتوح. مين قال الكلام ده؟ يمكن عملنا لكم فيديو، كنا يعني خصصنا فيديو كامل عشان برضو الحلقه دي ما تبقاش طويله قوي، شرحنا فيه عربيه قطع 80,000 كيلو من العربيات اللي فيها تيربو واللي فيها مشاكل السوق بيتكلم عليها من فتيس دراي مش ويت وي وي وي. اخترنا عربيه كده فيها تجميعه من الحاجات المكروهه في السوق، وعملنا فيديو على العربيه عامله 80,000 كيلو، كانت متكلفه في ال 80,000 كيلو جوه التوكيل 15,000 جنيه اجمالي الصيانات كلها. هنزل لكم لينك ليه دلوقتي عشان اللي عايز يشوفه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت دايما بيحصل عندك مشكله عند المستهلك المصري عموما. انا بسال على صيانه ال 40,000 بتفاجئ ان الصيانه ب 12,000 فنيا. مفيش حاجه اسمها اتصل بالتوكيل بتاعي يقول لي صيانه ال 40 بكذا. ليه؟ زي ما قلنا انا ممكن اخر تغيير البوجيهات، فمش معنى كده ان انا لازم اروح اغير البوجيه في التوقيت اللي هو قال عليه، مش شرط. فلتر الهواء مش لازم كل 20، ممكن اخليه كل 30. فلتر تكييف مش لازم كل 10، مش لازم كل 20، مش لازم كل 30، ممكن يقعد 40,000. ايه المشكله؟ يعني الحاجات دي. وعشان كده الدورات التدريبيه اللي احنا بنعملها للملاك بنتكلم فيها بشكل تفصيلي علشان المالك ما يبقاش بقى ايه، ما يبقاش خايف وهو بيعمل ده، لا، يبقى فاهم ايه اللي يتاجل ويتاجل امتى ويتاجل قد ايه، ولو هغيره ممكن اغيره بماركه ايه، وبرده ضماني يبقى ساري ممكن جوه التوكيل ولا بره التوكيل، لان الاجزاء بتختلف. يعني كنا الحاجات اللي بنقولها مثلا في دوراتنا التدريبيه، التيل الفرامل. تيل الفرامل والطنابير في غالب العربيات اللي موجوده في السوق 95% منها الضمان بيبقى 20,000 كيلو بس. فما فيش داعي ان انا وانا عامل 25,000 كيلو ان انا ابقى شاغل نفسي اني اغير اي حاجه في الفرامل. انا ممكن اغيرها بره التوكيل بس وانا فاهم انا بعمل ايه بره، وانا فاهم انا بشتري التيل ازاي، وانا فاهم الطنابير حالتها ايه. وبرضو عملنا لكم حلقه مخصوصه عن التيل والطنابير، برضو هنزل لكم اللينك ليها دلوقتي. بص عليها هتعرف ان 95% من الملاك بيغيروا التيل بدري، ولما بنغير التيل بدري بنغير الطنابير بدري. فبندخل نفسنا يا جماعه في هيدك ومصاريف متتاليه. بنسمع انه العربيه في 50,000 كيلو صرفت 70,000 جنيه و80,000 جنيه، وهي ولا حتى ربع الرقم ده. فنيا ربع الرقم ده. طب المشكله فين؟ المشكله ان انت لما بتسمع الرقم العالي في التوكيل بتروح تدور على الورشه. الورشه عارفه انت بتدفع كام جوه التوكيل. فلو فرضا انت هتدفع في صيانه 10,000 جنيه جوه التوكيل، انت هتسمع ال 5,000 في الورشه هتبقى مبسوط. بس ال 5,000 في الورشه ليها مشاكل تانية. ضمانك، الضمان هيروح لو انت مش فاهم انت بتغير اجزاء هتافكت الضمان ده ولا لا، هتاثر عليه ولا لا. الحاله الفنيه اللي مع الوقت هتخسرها العربيه نتيجه لعمليات فك وتركيب غلط. تالت حاجه كمان قطع الغيار. انت يعني قطع الغيار دي عالم تاني، عالم تاني. فانت ممكن تبقى جايب قطعه الغيار ومتخيل انها اصليه، او المكان اللي انت رايح تغير فيه جايب لك قطعه غيار بيوهمك انها اصليه وهي مش اصليه ولا حاجه. ممكن اصلا تجيب قطعه غيار مش اصليه وتكون كفاءه فنيه اعلى من القطعه اللي جايه لك في علبه الاصليه وهي مش اصليه. ده امتى؟ لما انت بقى بتكون فاهم يعني ايه قطع غيار، يعني ايه موردين للشركه الام، يعني ايه مورد ترتيبه ايه عالميا في قطع الغيار، مين قوي في كذا ومين قوي في كذا ومين قوي في كذا، فتعرف انت تروح تشتري البضاعه دي وتبقى عارف مين اللي بيستوردها كمان.
كل ده بنقدمه في دوراتنا التدريبيه. تبقى انت عارف مين المستورد بتاع البضاعه دي وبيوزعها فين وعند مين، فتعرف تروح تشتري وتبقى انت امن انه قطعه الغيار اللي انا اخدتها دي قطعه اصليه، او قطعه من المورد للموردين الاصليين للعربيه بتاعتك، فبالتالي انت بتاخد نفس كفاءه الاصلي، لانها نفس القطعه اللي جوه العلبه بتبقى هي وباقل من تلت الثمن، بربع الثمن. يبقى احنا بنوفر اهو دون الاخلال بالكفاءه الفنيه. انما انا لو سبت التوكيل واشتغلت بره عشان ارخص، زي ما بقول لك، انت بتسمع ال 10000 بتروح على ال 5000. طيب تعالى نشتغلها صح، هتلاقي ال 10000 بتاعت التوكيل هي 3000 واقل. لو انت فاهم بقى انت بتعمل ايه، هتلاقي نفسك انت مش محتاج تدفع ال 10 جوه التوكيل، مش محتاج تدفع 5 في ورشه، انت هتدفع 3000 جنيه جوه التوكيل واقل من كده. امتى؟ لما تبقى فاهم انت بتعمل ايه. عملنا فيديوهات عن حاجات مختلفه، بس هي المشكله انه الناس، انت عايز معلومه في سطرين، عايز معلومه في حد يكتب لك كده يقول لك ايه الصيانه ال 40000 دي هنغير كذا وكذا وكذا. الطريقه دي يا جماعه، الاسلوب ده هيوصلك لنفس النتيجه، ان انت هتروح التوكيل تقول له انا عايز صيانه ال 30، صيانه ال 30 ب 5000 يا استاذ، تروح دافع ال 5000 وماشي، وتبقى شايل هم ال 40 وتبقى شايل هم ال 50 وال 60، في حين انه انت اللي بتدفع في صيانه واحده دي من دول ممكن تدفعه في 6 صيانات. لو انت فاهم انت بتعمل ايه، صيانه واحده من الصيانات اللي هي ب 12000 و 15000، ممكن الصيانه دي لو انت فاهم فنيا صح. تابع قناه، اسمع الفيديوهات بتاعتنا وفضي نفسك كده وقت وانت بتشرب القهوه واسمع الفيديوهات، هتعرف ان انت ممكن قوي ال 15000 دول تعمل بيهم 5 صيانات. مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله، وعربيتك نفس الكفاءه، الضمان ساري، مفيش اي حد يقدر ياخد من حقك جنيه واحد. ولو احتجت الضمان هتغير الجزء اللي انت بتغيره. طب احنا عملنا ده كتير، العربيات اللي احنا بنتابع صيانتها جوه التوكيلات والورش، ياما غيرنا مواتير وياما غيرنا فتايس وياما غيرنا اجزاء غاليه جدا، وهي شغاله بالبوليس اللي احنا بنتكلم عليها. بغير اساسيات، ببقى عارف ايه اللي مطلوب يتغير وايه اللي مش مطلوب يتغير، بوقف محاوله استغلالي. ما تغيرليش بوجيهات كل 20000. التيل قبل ما تغيره عرفني باقي فيه كام ملي، عرفني من الفيديو اللي احنا لسه منزلينه من شويه، هتعرف منه انت بنفسك انت كمالك تعرف اذا كان التيل محتاج يتغير ولا لا. الاطارات النهارده، عربيات كتير قوي بقت الاطارات مش كل العربيات بقت الاطارات مضروبه في اتنين. احنا سيطر علينا فكره انه الاطار 40000 كيلو، 3 سنين 4 سنين. مين يا جماعه؟ مين صاحب المعلومه دي؟ هو علشان بائع الاطارات بيقول لي كده؟ عشان ادمن جروب بيقول كده؟ عشان واحد صاحبي بيقول كده؟ يبقى احنا ده خلاص مسلم بيه؟ طب بص على كتالوج عربيتك بيقول ايه. غالب الكتالوجات النهارده بتتكلم في 6 سنين. فنيا يقعد 6 سنين، فنيا يقعد 10 مش 6. الكتالوج بيدي لك رقم علشان يتفادى بيه انه في سوء استعمال حصل، الراكب اللي صاحب العربيه مش فاهم فبيقول 6 سنين كمتوسط، انما انت ممكن كمتوسط تقعد 8 سنين. ازاي؟ برضو عملنا فيديو للموضوع ده مخصوص، ومنه بتشوف ان غالب الاطارات اللي انت ممكن تكمل بالاطار لغايه 80000 كيلو و100000 كيلو. نزلنا لكم فيديو الاول اتكلمنا فيه، هينزل اللينك عليه دلوقتي، ونزلنا كمان فيديو تاني باطار عامل 100000 كيلو، هتشوف حالته عامله ازاي بعد 100000 كيلو وليه وازاي تقدر تكمل بيه 100000 كيلو. مجموعه الحاجات اللي احنا بنقولها دي يا جماعه بتفرق كتير قوي النهارده. بتفرق الارقام بتعدي ال 100000 وال 150000 في بعض العربيات. انت مش محتاج تدفع كل ده. انت جمع كده الصيانات اللي انت بتدفعها في ال 100000 كيلو، اقسمها على 4، ده الرقم الطبيعي واقل منه كمان. عربيات كتير قوي احنا وصلنا انه الصيانه جوه التوكيل 20% وساعات 17% من الارقام المعلنه والارقام اللي مكتوبه في الجداول. ليه؟ لان انا عارف، انا فاهم. تابع القناه، هتعرف معلومات اكتر، هتعرف ازاي تسيطر على تكاليف العربيه وتخلص من الوش، تخلص من المشكله بتاعت ان انا عندي الصيانه الجايه هدفع فيها الوفات كتير، وهو الموضوع مش مستاهل كده خالص. تابع الفيديوهات واكيد هتستفيد. شكرا.